أهلا بكم في الخطوة رقم 4 من سلسلة ما لن تستطيع تداركه. بعد ما ركزت في تخصصي وعرفت كل حاجة متاحة ليا بعد التخرج وفهمت أهمية الاختيار، جه الدور النهاردة على الخطوة رقم 4 وهي آلية الاختيار رقم 1. إيه ده؟ هو في أصلا آلية للاختيار؟ هو مش بعد ما عرفت كل حاجة متاحة ليا بعد التخرج أقدر أختار بمزاجي؟ الإجابة لأ. اي اختيار هتختاره مهما كان خاص بمسارك المهني او الكارير المهني بتاعك لازم يتوفر فيه 4 شروط رئيسية واساسية لا غنى عن اي واحدة منهم. اول حاجة انك تكون بتحب الحاجة دي. الحاجة التانية وهي ان انت تقدر تكون كويس فيها. الحاجة التالتة وهي ان الناس عايزة الحاجة دي او بشكل خاص سوق العمل محتاج للاختيار بتاعك ده. الحاجة الرابعة والاخيرة العائد المادي لازم يكون مناسب ليك. طيب تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. وأول خطوة بالنسبة لنا علشان نختار صح هي إن إحنا نرتب كل الاختيارات اللي قدامنا من حيث ال4 عوامل دول. حتى لو أنت اخترت بالفعل حاجة معينة، معلش عيد تاني اختيارك، هات كل الاختيارات أو كل الحاجات المتاحة ليك ورتبهم من حيث المنظور أو المناظير ال4 دي. اول حاجه ان الاختيارات اللي قدامك ترتبهم من حيث شده حبك ليهم. والله في حاجه انت بتحبها قوي. الحاجه التانية انت بتحبها بس. حاجه تالتة انت ممكن تحبها، حطها برضو في الترتيب ده. طيب الحاجه التانية وهي ترتب الحاجات اللي قدامك من حيث قدرتك على انك تكون كويس فيهم. خلينا نتفق ان اي حد بيسمعني دلوقتي لسه في بداية الكارير بتاعه، فبالتالي اكيد هو مش بقى كويس في الحاجة دي، لسه قدامه شوية علشان يقدر ان هو يبقى كويس فيها. طيب هنا النقطة اسمها ايه؟ قدرتك على انك تكون كويس. لان انت ممكن تبقى عايز لكن مش تقدر. طب اقدر احددها من حيث ايه؟ من حيث حاجتين رئيسيتين. اول حاجة الحتة العملية. انت ممكن تكون شخص منتال، شخص بيحب الشغل الذهني، يحب يقعد على اللابتوب 24 ساعة ما عندوش مشكلة. لكن شغل بقى حركة وفيزيكال يعني وتروح وتيجي، لا انا ما بحبش الفرهدة. لكن انا ممكن اكون العكس، ممكن اكون شخص فيزيكال احب اروح واجي لكن ما احبش اقعد في البيت او احب اقعد في مكان واحد لوقت طويل. فبالتالي ده عامل مهم انت اللي هتحدده، هي الناحية العملية. الحاجة التانية وهي الناحية المادية. خلينا نتفق ان بعض الحاجات ممكن علشان اكون كويس فيها محتاج يعني امكانية مادية كبيرة، وانا ممكن يكون مش متاح بالنسبة لي حاجة زي كده، فاذا ده عامل مهم. وانت بتشوف او بترتب الحاجات المتاحة ليك من حيث قدرتك على انك تكون كويس فيهم. الحاجة التالتة وهي مهمة جدا هي مدى احتياج سوق العمل للحاجات دي، فهترتبهم برضو. نفترض مثلا ان انا تخصصي بيزنس، فمتاح ليا ان انا اشتغل تسويق او ماركتينج، او ان انا اشتغل في الادارة او المانجمنت. بس بنظرة عامة سطحية، انا ده مش تخصصي، بس بنظرة سطحية لا، التسويق اي شركة في اي حتة في الدنيا حتى لو بتصرف فيه هتحتاج تصرف اكتر، مفيش مشكلة، كل ما هتصرف في التسويق كل ما هيجيلها عائد اكتر. فهحط احتياج سوق العمل للماركتينج هيبقى رقم 1، ورقم 2 هيكون الادارة او المانجمنت. ده يعني ايه بشكل تخيلي؟ ممكن تكون العكس على حسب بقى تخصصك. فبترتب على حسب فعلا احتياج سوق العمل للاختيارات المتاحة ليك. الحاجة الرابعة وهي الناحية المادية. مهم جدا او ان تكون الناحية المادية مناسبة ليك، ده نقطة مهمة. لكن بقى كمية العائد اللي ممكن يحصل لك بعد 3 او 4 او 5 سنين من انت بتدرب من نفسك، بتاخد كل حاجة متاحة علشان تبقى اكسبرت، تكون خبير في الحتة دي. العائد المادي بعدها بعد فترة التعب دي هيبقى قد ايه؟ تقدر ترتب برضو الحاجات المتاحة بالنسبة لك من حيث العائد المادي. بعد كده خلاص بقيت يعني كل حاجة مترتبة على حسب شدة حبك ليها، على حسب احتياج سوق العمل، على حسب قدرتك انك تكون كويس، على حسب الحالة او العائد المادي اللي هيجيلك بعد ما تكون اكسبرت في الحاجة دي. كل حاجة بقت الرؤية بالنسبة لك دلوقتي بقت واضحة، الرؤية بقت قصدك. ايه الخطوة التانية دي اللي احنا هنعرفها مع بعض في الفيديو اللي جاي. سلام.